زيزو على المسرح. زيزو أخد دور في المسرحية اللي هتتعرض آخر الترم ده قدام المدرسة كلها، والمدرسين والأهالي كمان معزومين. كل ما الوقت بيقرب زيزو بيبتدي يحس بتوتر جامد. أصل السنة اللي فاتت زيزو نسي الجمل بتاعته، ومدرسته فكرته كذا مرة قدام الناس كلها. أصله كل ما كان بيبص على الناس أكتر كل ما كان بيبقى مش قادر ولا يركز ولا يفتكر أي حاجة. زيزو اتمرن كتير قوي في المدرسة وفي البيت كمان. الأول اتمرن قدام المراية، وبعدين قدام عيلته، وبعدها قدام أصحابه في الفصل، علشان نفسه المرة دي يعمل دوره حلو جدا. النهاردة يوم الحفلة وزيزو قلقان قوي، حاسس إن بطنه وجعاه. زيزو بيفكر إنه خلاص مش عايز يشترك في المسرحية. ممكن تتناقش معانا في التعليقات على الفيديو، وممكن تفكر مع ماما أو بابا أو أي حد بتحبه وبتتفرج معاه على القصة دي. تعرف تقولي كل الحاجات اللي ممكن تكون موترة زيزو؟ هو فاكر إنه إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه اللي هيحصل لو زيزو انسحب من المسرحية؟ تفتكر زيزو حاسس بإيه؟ عمرك حسيت بالشعور ده؟ تعالى نكتب أفكارنا عن كل الحاجات اللي ممكن زيزو يعملها عشان يبقى أحسن. إيه رأيك تبص عليهم وترسم دايرة حوالين الأفكار اللي ممكن تساعدك أنت كمان؟ هستنى حكاياتكم في التعليقات، واستنونا في قصة جديدة من يوميات زيزو.